إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعود تفاصيل هذه القصة إلى عام 2025، وهي قصة حقيقية من واقع الحياة، وتبدأ حكاية صرحة الفتاة والكلاب الخمسة من إحدى محافظات مصر، وبالتحديد من مدينة المنصورة. وتبدأ تلك المأساة عندما خرجت هاجر ذات 15 عاماً لشراء بعض الاحتياجات لوالدتها. وكالعادة ارتدت هاجر أرقى ملابسها، لأنها كانت دائماً تحب أن تظهر بشكل أنيق بشهادة الجميع، فهي فتاة جميلة، لدرجة أن البعض كان يظن أنها أكبر من عمرها الحقيقي. خرجت هاجر وهي تتوعد والدتها بأنها لن تتأخر وستعود سريعاً، لأن لديها مذاكرة خاصة وأن الامتحانات على الأبواب. وفي هذه اللحظة شعرت الأم بالخوف على ابنتها من أن يحدث لها مكروه. طلبت منها ألا تنزل، وأنها ستنزل هي لشراء تلك الأشياء، وكان قلبها يحدثها بشيء غامض سيحدث لصغيرتها. إلا أن هاجر طمأنتها وأخذت تخبرها بأنها لن تتأخر وستعود سريعاً. وبالفعل خرجت هاجر واستقلت توك توك إلى السوق، واشترت كافة الأشياء التي طلبتها أمها. وفي طريق العودة حل ظلام الليل، فوقفت الفتاة تستقل توك توك لتعود به، خاصة أنها لا تستطيع حمل الأكياس والسير بها إلى المنزل. أثناء وقوفها مر من أمامها توك توك يستقله 5 أشخاص. توقف فجأة وبدأوا يلقون على مسامعها كلمات الغزل تطورت إلى ألفاظ خارجة، فخشيت هاجر واضطرت أن تغادر المكان الذي تقف فيه. فتفاجأت بالتوك توك يسير حولها، وفي لحظات قلائل جذبوها بقوة لتركب. حاولت هاجر الصراخ، فكتم 3 منهم أنفاسها حتى لا يسمع أحد استغاثتها. انطلقوا بها إلى إحدى المناطق النائية، وداخل أحد المنازل المهجورة نزع 4 ثيابها عنها ليتناوبوا الاعتداء عليها بكل خسة ونذالة، وهم يهددونها بسلاح أبيض مطوى. ظلت الصغيرة تصرخ وتبكي، لكن لم يسمع صراخها أحد. ولم يكتفي الذئاب ال4 بالاعتداء على الصغيرة وإرهابها، بل نزعوا ما كانت ترتديه من مصوغات ذهبية، وفي النهاية هددوها بالفضيحة والقتل إذا أبلغت عنهم أو أدلت بأوصافهم. وعلى الجانب الآخر كانت الأم تشعر بالقلق على ابنتها بعد تأخرها عليها، وهي تحاول الاتصال بها على هاتفها المحمول، لكن في كل مرة تطلبها تجد هاتف ابنتها مغلقاً. لتنزل هي وأشقاؤها تبحث عنها في كل مكان، لتجد الأكياس ملقاة بالقرب من السوق، لكن لم تجد ابنتها. دب القلق والرعب في نفسها وهي لا تعرف مصير صغيرتها. في تلك اللحظات ترك المتهمون ال4 هاجر وفروا هاربين. أخذت هاجر تلملم نفسها وملابسها وهي لا تستطيع النهوض، حتى قابلت بعض الأشخاص الذين اتصلوا بأسرتها ولم يترددوا في نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة ليتم تحرير محضر بالواقعة، واختار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة تحريات المباحث وضبط وإحضار الجناه، بعد أن أدلت هاجر بمواصفات تفصيلية لهم. لتبدأ رحلة البحث عن الجناة ال5 ليتم ضبطهم جميعاً. تبين أن المتهم الأول عمره 19 عاماً، بينما ال4 الآخرون أقل من 18 عاماً، لتقرر النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات. وفور انتهاء التحقيقات قرر المستشار فخري خيري المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، حيث جاء بقرار الإحالة أن المتهمين ال5 خطفوا بالتحايل الطفلة المجني عليها هاجر شين عين البالغة 15 سنة طالبة، والتي لم تبلغ من العمر